بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى كده؟ تعالوا نعمل مع بعض شوية سردين كده مملح او مخلل بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هيطلع معاكي احلى من بتاع بره بألف مرة، انضف واوفر بكتير. وكمان هقولك ازاي تخليه كده بكل سهولة كدهوت من الجلد والقشر كدهو في ثواني كدهوت، هيطلع معاكي كدهوت زي الفل زي ما انت شايفة. السردين اللي من دولت جميل ومالي السوق. روحي هاتيلك بقى كده شويه كده وملحيهم بجد كده، مش هياخدوا معاكي 3 4 ايام، وهتفتحي عليها يبقى بالجمال اللي انت شايفاه دوت. بس يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده اهوت نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا جبت كده كيلو ونص كده من السردين، ومسكته كده اهوت هغسله كده كويس وهرجع أحطه في المصفى. زي ما انتم شايفين كده اهوت، متقلقيش خالص من الغسيل بتاعه. أهم حاجة بقى خطوة كده اهوت هنعملوها، هنرش عليه كده شوية ملح حلوين، وهسيبهم من بالليل للصبح، أو مثلا 3 4 ساعات. يعني لو انت عاملاه بالنهار ممكن 3 4 ساعات بس ينزل المية بتاعته زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد كده هجيب برطمان ناشف كده ونضيف، وكمان هقولك ازاي ترصيه في البرطمان يخليه البرطمان ياخد كمية كبيرة من السردين. يعني حتى لو البرطمان بتاعك يعني مش كبير هياخد كمية كبيرة. الملح ده خشن، لو مفيش الا غير العادي الناعم تمام، بس انا جبت عادي من العطار لقيت عنده ملح خشن. هحط كده هوت شويه كده من الملح وعليهم معلقه كده من الشطه، وهجيب البرطمان بتاعي هحط فيه شويه ملح في القاع كده، وهبدا اوقف السردين كده هوت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وكل ما ارص شويه هاخد شويه ملح كده وارشهم عليه. مش هنكتر قوي ملح لان احنا كمان كنا رشينا عليه ملح اللي هو اول ما غسلناه. هبدا بقى ارصه بالشكل ده كده هوت. عايزه اقول لكم كيلو ونص اتحط في البرطمان اللي انتوا شايفينه دوت. يعني البرطمان ده مش كبير دوت، اللي هو بيشيل حوالي كيلو ونص كده سمنه. بس يعني احنا عشان خاطر راصين السردين كويس هياخد معانا كيلو ونص السردين. بس هما دخلوا يعني بالعافيه كده، بس اتحطوا الحمد لله. وكل ما بحط كده شويه برش كده شويه من الملح اللي عليه شطه. حابه تحطي كركم براحتك، مش حابه براحتك. انا بصراحه كان عندي كركم بس ما كنتش عارفه هو فين. خلاص كده هحط شويه ملح كده على الوش، وهبدا اقفلهم كويس واضغطهم. بس انا بقى افتكرت ان انا ما حطيتش زيت. هحط كده زي معلقه ولا معلقتين كده زيت كده على الوش. كده بقى بالوضع ده كده عملنا شويه سردين مملحين، بجد حاجه حلوه كده ونضيفه، واحلى وانضف من بتاعت بره بألف مره. هقفل عليهم بقى كده كويس، وبعد كده هلبسهم كده كيسة واتنين كده هوت، عشان خاطر يعني ما ياخدوش معانا وقت خالص في التمليح. بص شكله بقى عامل ازاي. هسيبه بقى كده هوت زي ما قلت لكم. انا كمان هعمل معاكم الفسيخ، بس هنزله لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. بصوا بقى هلفه كده هوت. يعني انتوا واخدين بالكم كده في على جنب كده في الفسيخ كده هوت. كنت برضو كده منشفاه، بس هنزلكم في فيديو تاني لوحده، عشان يعني تبقى كل حاجة واضحة مع نفسها. لفيت بقى كده السردين وسبته زي ما انتوا شايفين. فتحت عليه كده بعد 4 ايام او 5، بس هو ممكن تفتحي عليه كمان بعد 3 ايام. بصوا بقى شكله عامل ازاي. نزل بقى كده المية بتاعته، وبجد يعني عايزه اقولك بفتح عليه ريحته تحفه. عايزه تاكليه كده حاف من غير ما تنضفيه حتى. هقولك بقى على طريقه سهله بقى تنضفي بيها السردين من غير ما تمسكي السكينه وتحكي. وطبعا بتيجي تحطي القشر بيطير كده في كل حته. لا، الطريقه دي انضف واسهل وحلوه جدا للي بياكل كده، بياكل وهو من غير ما يقعد يقشر ويبهدل نفسه، بيبقى نضيفه جدا. واحنا كمان غاسلينه قبل ما نعمله، فمش هنغسله تاني. احنا هننضفه كده بجد هتشوفوا شكله عامل ازاي بعد التنظيف زي ما شفتوا في الاول. يعني اي حد بياكل، لو انت مثلا عندك ضيوف مثلا وعزمان بقى على سردين وفسيخ وكده زي ما انا كنت عامله، هياكلوه كده من غير بقى ما يوسخوا ايديهم ولا اي حاجه. بصوا السردين شكله عامل ازاي، بجد جميل. انا اشيل بقى الراس بتطلع بالبطن كده وهبدا افتحه كده من الظهر زي ما انتم شايفين كده بصوا ازاي. والله الطريقة دي احسن ما كنا بنجيبه الاول السكينة ونقعد نحك كده الظهر عشان نطلع القشر، وكان ساعات ما بيطلعش كله. انما بصي كده لما بتجيبي الجلدة، بس اهم حاجة انت هتجيبيها من عند الراس من فوق. يعني لو جيتي تشيلي الجلدة من عند الديل من تحت هتبقى صعبة معاكي. بالاتجاه ده كده بتطلع معاك كده بكل سهولة، حتى لو اتقطعت او ما طلعتش يعني بحالها.
بتسحبيها تاني بقيتها يعني بتطلع بكل سهولة. هنضف معاكم كده كام واحدة كده اهوت عشان خاطر ايه تشوفوا كده الطريقة سهلة ازاي. بسحب الراس كده اهوت بتطلع بالبطن بتاعتها، وبفتح السردينة بطلع الشوكة اللي في النص، واللي بسحب بقى الجلدة من فوق من عند الظهر كده اهوت وبنزل على تحت، بتطلع بقى كده بكل سهولة، وده معناه ان السردين مستوي وجميل. انا بقى مش بعرف امسك يعني لو لبست جوانتي او جلافز مش هعرف ايه اعمل كده. فاحنا طبعا اكلنا بنعمله في اللي بيتنا يعني وكده هو مش لازم بقى نلبس ايه جوانتي. لو انت بقى بتحبي تلبسي جوانتي او بتعرفي تستخدميه استخدميه عادي بقى عشان خاطر ايه السردين بقى وكده اهو. بصوا هو زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا هكمل بقى الباقي كله بالشكل ده، بفتحه كده اهوت. والله ما خد معايا اي وقت، كان سهل جدا وصراحة يعني في الاخر اداني نتيجة حلوة. يعني اللي بيجي ياكل كده هو ولا بيحتاج بقى يقشر ولا يشيل شوك ولا الكلام ده. بصوا بقى الشكل في الاخر بقى عامل ازاي بقى، حاجة كده نضيفة كده هو بجد، عامل شبه اللي هي النشوءة اللي بتبقى بتتباع كده في العلب كده في السوبر ماركت وبتبقى غالية. حطي بقى عليه بقى ليمون، وحطي عليه بقى زيت بقى كده وحبشي كده زي ما انت حابة. بجد احلى طبق سردين ممكن تاكليه. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. عايزه اقول لكم القناه لسه جديده ونفسي افعلها، وان شاء الله باذن الله مش هفعلها الا بدعمكم ليا. فباذن الله اللي كمان اللي حابب وصفه او في دماغه مثلا فكره او وصفه عايز نعملها له، اكتبوا لي في الكومنتات وباذن الله اعملها لكم وانزلها لكم على طول. وبإذن الله انتظروا مني وصفات حلوة كتير. هنعمل كل وصفات بإذن الله لرمضان وللعيد اللي هي حلوات العيد بقى، الكحك والبسكوت والحاجات دي. وبإذن الله هنعمل مع بعض وصفات حلوة كتير هتعجبكم. بتمنى الفيديو ده كمان يكون عجبكم ونال رضاكم. أشوفكم بإذن الله فيديو جديد وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.